مساء الخير، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من محطات في حياتنا. وزي ما انتم عارفين إننا في محطات بنستعرض أهم اللحظات التاريخية والهامة في حياة النجم أو المبدع اللي بنستضيفه على مدار الحلقات. أنا عندي النهاردة حالة جميلة، حالة مبدعة، اختار إنه يبعد تماما عن مجال دراسته الأساسية كطبيب للأسنان، واختار من دافع حبه وعشقه للكتابة إنه يكتب القصص والروايات، ومش القصص والروايات بس، كمان المقالات النقدية. موهبته لا يختلف عليها اتنين، نال العديد من الجوائز داخل بلده وخارجها. كان سفيرا لمعشوقته الأولى وحبه الأول ليبيا. خفيف الظل جدا، مشاكس، عنيد، بيخاف منه البعض لقوة نقده اللاذع وصراحته المطلقة. معايا ومعاكم النهاردة في محطات أنيس بوجواري الليبي المتميز في كتابة السيناريو والحوار. أهلا بيك يا أنيس ومنورنا في البرنامج. أهلا وسهلا داني، شكرا على المقدمة الحلوة. هستأذنك واستأذن مشاهدينا الكرام إننا نروح نشوف التقرير ونرجع لكم مرة تانية. تابعونا. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبرحب بيكم وبرحب بضيفي أنيس، وبقول لا بحبك ولا بقدر على بعدك، و50 في 60 وسمعكم مشكور، و1 25 ولسه معانا الكتير والكتير. في البداية عايزة أسألك إزاي بدأت قصتك مع كتابة السيناريو، مع إن مجال دراستك الأساسية كان لطب الأسنان؟ وطبعا حبي الأول كان للسيناريو، يعني طب الأسنان ما فيش علاقة يعني تواصل بيني وبينها، لكن بحكم أني كنت في الثانوية جايب مجموع كويس فدخلت طب أسنان، لكن كان ميولي الأكثر لكتابة السيناريو. ما كانش في كليات مثلا بتدعم الموضوع دوت يعني؟ في ليبيا صعب، يعني الموضوع ما كانش فيه في مجال دعم كتابة السيناريو تحديدا. يعني كان في كلية إعلام لكن ما كانش في قسم لكتابة السيناريو، وكان في دورات ممكن لكن تخصص لا طبعا. يعني ما كانش في كلية بتدعم الموهوبين في ليبيا؟ ما كانش فيه وما زال ما فيش، يعني لما تقولي ما كانش فيه يعني كأنها حاليا فيه، بس هو للأسف ما كانش فيه وما زال يعني المفروض حتى بعد الثورة الموضوع يتطور في كلية الإعلام بالذات، يحصل تكريس أكتر هو في أنا سمعت إن في كلية الإعلام مؤخرا قسم إخراج أو تأليف، لكن طبعا في الوضع الحالي صعب شوية، حتى المجال يعني حتى اللي هيتخرج منه مش هيلقى فرصة عمل. صح، عشان كده اخترت ان انت تكمل في موضوع كتابة السيناريو بعيد عن بلدك؟ لا مش بعيد، هي الظروف اجبرتني اني انا اكون بعيد، يعني ما فيش في ليبيا للاسف انتاج سخي يعني للموضوع، حتى لو كتبت موضوع جيد ما فيش الانتاج اللي هو هيطلع بالصورة اللي انت كتبتها بها. وبعدين طبعا مصر هوليود الشرق شرف لي اني انا نكون في مصر، يعني اعين اي فنان في اي مكان ان هو يجي مصر يقدم فن يعني. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن الفيلم اللي خد جوائز، فيلم 1/25. ادينا نبذة عن الفيلم وقول لنا، هل انت كنت تتوقع ان الفيلم ياخد اكتر من جايزة في مهرجان راس البر ومهرجان كازابلانكا؟ تمام، هو فيلم 1/25 فيلم اجتماعي في اسقاط سياسي غير مباشر،
تمام. لما كتبت الفيلم طبعا هو كتبته اسقاط على الوضع في الوطن العربي، يعني في مصر وفي ليبيا وبعد الثورة. تمام. ويحكي عن بنت اللي هي النجمة إيمان أيوب، هي بطلة الفيلم. في عيد ميلادها ال25 بتدعو أصدقائها اللي هم 3 شباب، يعني تلتقي بيهم بعد اختفاء، يعني بعد ما افترقوا هم التقوا في ميدان التحرير في 2011، وتلتقي بيهم بعد 3 سنوات. فبتشوف ان هو في عيد ميلادها ان هم التوجهات اختلفت، يعني كل واحد اصبح يتبع لتيار. يعني في الاول كان هدفهم واحد اسلامي، تمام. حاليا اصبح هدفهم ليبرالي، ويعني ليبرالي وفي فلول وفي يعني بنعتبر ان ده اسقاط سياسي على الوضع الراهن في الوطن العربي او في البلاد اللي حصل فيها ثورات. الوضع الحالي اللي احنا عايشين فيه. طيب، انت طبعا كاتب الفيلم باللهجة العامية، هل واجهتك مشاكل انك تكتب السيناريو والحوار والقصة باللهجة العامية المصرية؟ اطلاقا. طبعا انت عارفه ان والدتي مصريه وانا اتواجد يعني فترات كبيره في مصر، فما كانش في اي صعوبه في الموضوع. حاليا انا لي حوالي سنه مقيم في مصر، فاللهجه العاميه المصريه يعني ما عنديش فيها اي مشكله. حتى اللهجه اللي هي ممكن لهجه الحارات الشعبيه ما عنديش فيها اي مشكله. عندي يعني موسوعه كويسه في الموضوع. حتى ايمان ايوب في اللقاء الاخير لها قالت ان هي لما قرأت السيناريو ما كانتش متوقع ان اللي هو الكاتب السيناريو ليبي. طيب، قدمت انت طبعا عمل سينمائي وحيد في ليبيا، هل لقى نفس النجاح لما كتبته في ليبيا عن ما جيت وكتبت في مصر؟ طبعا كنجاح على المستوى فيلم 50 في 60 على مستوى الوطن العربي. طبعا واحدة 25 هو الأكثر نجاحا لأنه قدم في مصر. وهي طبعا كانت الفدا يعني فيلم، وهي إيمان أيوب كانت ترمز للحرية، يعني حرية الرأي هي مش موجودة، إنما لا هي سوق الحرية نجاح كويس يعني. حتى هي وتحسب لها شوية إن هو الفيلم الوحيد اللي تم بعد الثورة، يعني مستمع شباب، وهو الفيلم الشبابي الوحيد. كان في فيلم ثاني سمعت عنه بس ما شفتهاش للاسف، لكن هو الفيلم الشبابي الوحيد والكوميدي. يعني حاولت اني انا بالاوضاع اللي كانت فيها ليبيا اني نخرجهم من مستنقع يعني الفيلم كان شبابي. طب ليه ما اخترتش تكتب عن الوضع الحالي في ليبيا برغم ان الاحداث طبعا هناك زاخره يعني؟ تمام. عندي مواضيع يعني عديده مكتوبه في منها، وفي فيلم خفت من الوضع المسيطر في ليبيا؟ اطلاقا. بس حاليا لو انا بنقدم يعني عمل في ليبيا تمام عن الوضع الحالي في ليبيا، فالمفروض اني انا نصوره في ليبيا صح. الوضع الحالي في مدينه بنغازي اللي هي مدينتي. أيوة. تمام. صعب جدا اني انا اقدم عمل فني اني انا نصوره حتى، يعني انت عارفه. لا، ما هو ممكن موضوع التصوير دوت مثلا لا اتصور داخلي، يعني ممكن القصه بتعبر زي فيلم 1/25. ما اعتقدش ان انت يعني الموضوع كان محصور بالظبط. تمام كده. يعني انا حاليا مجهز في فيلم اسمه لهفه، وفيلم ليبي يحكي عن ده يعتبر سبق لينا يعني اخر الاعمال المقدمه، وهو فيلم يعني يحكي عن الليبيين المهجرين في مصر. تمام. وهو في تصوير داخلي وخارجي يعني. وهنا يعني طالما انك بتحكي عن المهجرين الليبيين في مصر، فطبعا مباح انك تقدم يعني مشاهد خارجيه في مصر لان هم ليبيين عايشين. لكن لو جيت بنقدم عمل عن الوضع الحالي، يعني طبعا هنقدم الدمار اللي وصلت له مثلا مدينه بنغازي، فصعب اني انا نصور حاليا في الاوضاع الحاليه يعني في بنغازي خطورة على فريق العمل بالكامل يعني. طيب، بما ان برنامجنا اسمه محطات، ايه المحطة الفيصلية اللي كانت في حياة أنيس بوجواري؟ كل محطة لها مكانة خاصة عندي. يعني 50 في 60 كان أول عمل، وكان أول فيلم ليبي بعد الثورة، فشيء يعني محطة مهمة. سامعكم مشكور، برنامج إذاعي، أول برنامج إذاعي ساخر يعني سياسي، وحقق نجاح من تقديم ربيع صديقي ربيع الطرابلسي. وأهم محطة نعتبرها هي 1/25 يعني لأنها هو النقلة المهمة، لأن خذت عليه جائزة أحسن سيناريو في المغرب، ومنافسة كانت من أفلام فرنسية وإيطالية، فكان الموضوع صعب. طيب،
طبعا انت ناقد سينمائي، عايزين نعرف رأيك في الأعمال المقدمة في السينما بعد ثورة 25 وثورة 30 يونيو، وفي نفس الوقت قول لنا ايه رأيك في الأفلام اللي بيتم وقف عرضها زي فيلم حلاوة روح. الأفلام اللي قدمت بعد 25 يناير أو 30 يونيو طبعا اللي قدم عن الوضع السياسي ما كانتش أفلام، ما حققتش نجاح جماهيري أولا، وما طرحتش يعني الموضوع بحيادية. يعني كانت سد خانة كانت يعني موضة، اللي هو تعال نقدم فيلم بسبب الأحداث الراهنة يعني، لكن كلها ما حققتش نجاح جماهيري يعني، ولا حققت حتى المستوى الفني المطلوب منها يعني. لا في 25 ولا في 30 يوم يعني. انما الافلام الممنوعه من العرض، انا شفت مثلا زي فيلم حلاوه روح كان هو خدها بروباغندا على الفاضي يعني. الفيلم مستواه الفني سيء بلاش هابط، وحتى الفكره بتاعت ان هي امراه يتصارع عليها الرجال هي مش فكره يعني جديده، مستهلكه تمام، لكن المنع والعوده هو حقق بروباغندا على الفاضي، وما حققش نجاح جماهيري يعني، ولا قبل ولا إرادات، ولا قبل المنع ولا بعد المنع يعني. طب أنت مع فكرة إنه يتم إيقاف عرض فيلم؟ يعني ده بتعتبر يعني تعتبر دي كانت نقلة أهم نقلة مثلا في مصر. أنيس بجواري كسيناريو، ككتابة سيناريو يعني قصة. طيب طبعا أنت ناقد سينمائي، عايزين نعرف رأيك في الأعمال المقدمة في السينما بعد ثورة 25 وثورة 30 يونيو، وفي نفس الوقت قول لنا إيه رأيك في الأفلام اللي بيتم وهل هتكمل كتابة في مصر ولا هترجع حلاوة روح تكمل كتابة؟ أنا ما عنديش في الفن، ما فيش الفنان ملاش يعني موطن يعني، اينما وجد الابداع يعني انا موجود في مصر. طبعا شرف كبير لي يعني انا اقدم فيها اعمال، وعندي عمل يعني حصري ثاني، عمل مسرحي يعني في مصر قريبا ان شاء الله. ولو ليبيا الاوضاع يعني تحسنت ان شاء الله نقدم فيها اعمال يعني. يهمني اني اقدم اعمال عن مدينتي يعني الغاليه علي بنغازي يعني. احنا في النهاية بنشكرك على اللقاء الجميل ده، ونورتنا في محطات، وان شاء الله مزيد من النجاح والتقدم. بشكركم اعزائي المشاهدين على اللقاء الجميل وعلى حسن المتابعة، وان شاء الله ميعادنا يوم السبت الجاي مع ضيف ومبدع جديد. اشوفكم على خير وسعادة.